السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بألف خير. رايحين فين؟ رايحين عالم التوفير. ايه عالم التوفير ده؟ ده سوبر ماركت كبير جدا، فرع مكة. طبعا هو ليه فروع كتير قوي، بس انا الاقرب عليا فرع مكة. موجود فين؟ موجود عند محطة القطار السريع. طيب بنركب له ايه؟ انا هقول لكم الوصف بالنسبة للمكان اللي انا ساكنة فيه. انا نزلت عند محطة المروة. موجود هناك حافلات، بركب حافلة رقمها رقم 10. نفس الحافلة دي برضو بنركبها لو احنا رايحين التنعيم علشان نعمل عمرة. بتنزلنا عند محطة اسمها الزاهر 102، ومن هناك بنركب حافلة، بنعدي السكة وبنركب حافلة رقمها رقم 11. هنا اهو نزلنا عند الزاهر 102 وعدينا السكة، وهركب حافلة تانية رقمها رقم 11. ركزوا في الأرقام. لو انت بقى ساكنة أنا ساكنة في حي الجميزة، انت بقى ممكن تسألي أنا عايزة أروح علم التوفير اللي عند محطة القطار السريع، أركب ايه الحافلات اللي أركبها علشان نفس الأرقام هترجعي فيها لمكانك تاني. عايزة اقول لكم ان السوبر ماركت دوت كبير جدا جدا، يعني اللي عايش في مصر اكبر من كارفور بكتير، اكبر من السوبر ماركتات اللي عندنا بمراحل. يعني انا قضيت يومي كله هناك وضيعت وقتي وقلت مش هشتري واشتريت. يعني انا كنت رايحة مجرد بس اتفرج كده واتمشى واشوف يعني، ولكن اشتريت من كتر ما الحاجة رخيصة. هنا ده في الأتوبيس أو في الحافلة في يافطة بتعرفك إن المحطة اسمها محطة قطار الحرمين 80. وهنا كنا وصلنا عالم التوفير، هو دوت عالم التوفير، عالم التوفير. دلوقتي بقى احنا رايحين على عالم التوفير. أخدنا مسافة جامدة جدا علشان أشوف بقى العروض اللي بيقولوا عليها. وطبعا احنا مش طول النهار في الحرم، يعني في اوقات كده بننزل نتمشى، عشان كده واخدين فترة اطول يعني عشان نستكشف ونقضي فترة حلوة يعني منها فسحة وعبادة. هنا بقى دي المحطة اللي بقولكوا عليها، اسمها محطة القطار السريع. لو انتوا اصلا جايين مثلا من المطار، في ناس بتاخد القطار السريع وتنزل في المحطة دي وبعدين بتركب وتروح الفندق بتاعها. او لو راجعين برضو مطار مكة، قصدي مطار جدة، ممكن في ناس بتركبه وهي مروحة. دخلنا السوبر ماركت. طبعا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، كل قسم يعني شامل كامل، مليان، ربنا يزيد ويبارك يعني. بصوا بقى، احنا دخلنا اول حاجة على التونة، دخلنا على حاجات تانية طبعا شفتوها في الاول. التونة، عايزة اقول لكم كل انواع التونة المفتتة والقطع الكبيرة والصغيرة، كل الانواع بكميات ما شاء الله. دي عاملة 6 ريال، وفي ب5 ريال، وفي ب3 ريال، وفي ب3 ريال و50 هللة. في اسعار كتيرة جدا. شايفين العرض ده عرض فول، 3 علب ب11 ريال و50 هللة، اسمه فول داري. ولو هتاخدي علبة واحدة ب2 ريال و70 هللة، وفي ب2 ريال و15 هللة. دي التونة. دي الحاجات اللي انا بقى ايه باخدها يعني. التونة كانت ب5 ريال، وده نوع تاني من التونة، وادي نوع تاني ب3 ريال و50 هللة وقطع برضو. قسم مليان بقى للنودلز والشعرية اللي هي سريعة التحضير بكل انواعها، قسم كامل مكمل. قسم للمكرونات، مكرونة دي ب3 ريال. طبعا 3 ريال ده بالنسبة لعملتهم هم زي 3 جنيه عندنا كده، فبالنسبة لهم الأسعار رخيصة جدا. المكرونة دي كيس كبير حوالي 4 كيلو ب12 ريال و50 هللة، زي 12 جنيه ونص كده عندنا. قسم طبعا النودلز والاندومي، ده عرض ب4 ريال و20 هللة، 5 حبات يعني 5 أكياس. عايزه اقول لكم ان انا جبت منهم من عندهم مكرونه سريعه التحضير كده، نوع اول مره اجربه. يعني صنع في اندونيسيا، طعمها تحفه جدا.
يعني ما شفتش نوع المكرونة ده عندنا يعني في مصر. تمام. قسم كامل للقهوة والمشروبات اللي هي الكوفي بقى عموما، يعني 2 في 1 3 في 1 كابتشينو، الحاجات اللي احنا عارفينها دي. قهوة فرنسية، وفي قهوة بالبندق، وقهوة عربي. الأسعار بقى دي ب14 ريال. طبعا منتجات اللي هي اللي احنا ما بنشتريهاش دلوقتي. ده الرز في اكياس كبيرة وفي اكياس صغيرة. ده كان كيس 10 كيلو، عامل مش باين بقى السعر. الزيت برضو عامل 19 ريال، لتر ونص. بصوا بقى الحاجة كتير، فتلاقوني بسرع في التصوير وبجيب لكم كده على السريع الأسعار علشان بس تاخدوا فكرة وتاخدوا خلفية، وعلشان تشوفوا بقى يعني تعرفوا الأسعار ايه. ده برضو زيت عامل 13 ريال، وده عامل 35. ده رز برضو بكميات، انتي على حسب انتي، حتى شاي الكابوس موجود عنده. اقسام بقى للصلصة، قسم كامل للصلصة دي ب2 ريال، 2 ريال تقريبا و50 هللة. انتوا هتروحوا يعني هتجيبوا كل حاجة ناقصاكوا. لو انتوا قاعدين فترة هنا هتشتروا كل اللي انتوا عايزينه. لو انتي عايزة تجيبي هدايا هتلاقي هدايا هناك رخيصة. بصوا ده كان عامل 7 ريال و80 هللة في 10 علب صلصة. متخيلين؟ 7 ريال و80 هللة. وفي برضو جراكل او جراكن كبيرة 14 ريال و50 هللة. حتى الهيل والبهارات، الهيل هنا اللي هو الحبهان عامل 11 ريال و50 هللة. ده الدقيق والسكر. السكر كان 2 كيلو عاملين 90 ريال، 9 ريال قصدي، 9 ريال. سكر الدايت موجود. باليتات بقى سكر ده عامل 18 ريال تقريبا، كان 5 كيلو سكر تقريبا او 4 كيلو كان ب18 ريال. ده ال2 كيلو اللي هو ب9 ريال. ده دقيق عامل 2 ريال و30 هللة، 2 ريال و30 هللة. دي المية بقى، المية كتير جدا وسعرها رخيص جدا، لان هنا المية بتاعت السعودية مية مالحة، بيشتروا المية، بيشتروها وبيستخدموها في الاكل وبيشربوها. الكرتونة دي عاملة 12 ريال. طبعا قسم كامل للمية. الادوات بقى، نيجي للادوات المنزلية. يعني اقول لكم ايه، لو انت عروسة وساكنة في السعودية هتتشوري من هناك. تخيلوا القسم ده كله اي حاجة فيه ب2 ريال. متخيلين؟ اي حاجة ب2 ريال. يعني لو عندنا في مصر كأن اي حاجة ب2 جنيه، مفيش الكلام ده. والقسم ده اي حاجة ب5 ريال، 75 هللة. انت ممكن تجمعي طقم من الحاجات دي وتعملي طقم صيني. 5 ريال، 75 هللة. دي طواجن، طبعا اشكال والوان وكميات. انت هتروحي اصلا لو انت جايه زياره او جايه تعملي عمره وفي يوم هتروحي تتفرجي كده، هتستمتعي، هتحسي ان اليوم حلو يعني. حتى المجات دي كانوا الاتنين عاملين 11 ريال و50 هللة. تحفة جدا، اتنين مع بعض كده باشكال، اي شكل منهم اي لون ب11 ريال و50 هللة. برضو قسم كامل للمجات والكوبايات. برضو ده شكل تاني. ده مج معاه طبق. ده كان عامل تقريبا 5 ريال، 75 هللة. معلقة ومج وطبق برضو بأشكاله.
برضو قسم كبير جدا للبلاستيكات وعلب التلاجة زي ما احنا شايفين. انتي بتدخلي ده كل دوت واحنا في الدور الاول، هو في دور تاني لسه هنطلعه. شايفين مع بعض ده قسم كامل للفحم. هنا برضو المشمع والمفارش بتاعة التلاجة بقى وكده بأشكالها، عامل 5 ريال و75 هللة. طقم دوت جوانتي وماسك حلة وكده، طقم كامل 5 ريال 75 هللة. حتى سلك المواعين ده السلك الخشن كل ده فيها 12 ب5 ريال 75 هللة. شايفين وجامدة يعني. ده برضو شكل تاني ب5 ريال 75 هللة. برضو ده شكل تاني، العلبة دي كلها ب5 ريال 75 هللة. حتى سلك المواعين الناعم 5 ريال 75 هللة. دي المفارش اللي هي بتتفرش مرة وبتترمى. لأ يا ربي، دي الفوط اللي هي فوط المطبخ اللي بتترمى. ودي السفنجة اللي هي بسلك. كل ده ب5 ريال 75 هللة. أي حاجة جاية في المقطع ده 5 ريال 75 هللة. الباليتة كلها ب5 ريال 75 هللة. شايفين ده زي طقم كده بقى، سلكة وفوطة. دي أطباق برضو 3 ريال 90 هللة بأشكالها بقى. وفي صواني بلاستيك. شايفين الحلة حفظ الطعام دي شكلها حلوة جدا، يعني ممكن تستخدميها مرتين 3 كده. ماشي، كانت بكام؟ مش عارفة، ما جبتش السعر، بس تقريبا برضو ب5 ريال 75 هللة. حتى الكوبايات طبعا هناك بيستخدموا الكوبايات دي كتير في الحرم، لأنهم بيعملوا زي ضيافة كده، قهوة عربي أو شاي، فبيستخدموها كتير. حتى المناديل قسم كامل للمناديل، والباليتة بتبقى كبيرة جدا. دي عاملة 20 ريال، فيها 12. طبعا في أسعار كتير للمناديل، أنا بحاول أقرب لكم الأسعار على قد ما أقدر، يعني لو في حاجة فاتتني انتوا ركزوا في الفيديو هتشوفوا الأسعار. مناديل المطبخ هتلاقوا مناديل، قسم كامل للمناديل ومش قسم صغير. ده كان قسم الأجهزة، مريت عليه كده على السريع لأن قسم كبير، وأنا طبعا مش يعني، أنا بقول لكم أنا قعدت اليوم كله في السوبر ماركت. كل الأجهزة موجودة. حتى سلاقة البيض دي كانت مكنة القهوة، حبيت برضه اجيبها لكم. وده صانع العيش. وهنا دوت البوتاجاز الكهرباء بس ليه 2 عين. هنا دي المنظفات، قسم المنظفات 8 ريال، 5 ريال 75 هللة، 5 ريال 75 هللة. كل بقى المعطرات والمنظفات ومنظفات الأقمشة، كل حاجة هتلاقوها موجودة، وأسعارها حلوة جدا. يعني لو هتحسبيها بالعملة بتاعت مصر هياها، وفي حاجات لو في فرق هيبقى فرق بسيط. ده البوتاجاز حبيت اصورهولكوا، اللي هو بعين واحدة الكهرباء، عشان لو جيتي وعايزة تشتريه. في بقى اسعار كتير، في ب53 ريال، في ب40 ريال، في ب30 ريال، وبرضو في منه ب2 عين. دي انواع كتير اهي. حتى سلاقة البيض عاملة 56 ريال. المكوة دي حلوة جدا، عاملة 26 ريال. يعني مكوة محمولة، لو انتي مسافرة بتاخديها معاكي. دي حلة الضغط. وهنا برضو صانع القهوة عامل 93 ريال. دي كيوتة قوي وعجبتني، عاملة 5 ريال 75 هللة. ده قسم كده زي مثلا أطباق العيش كده
والاطباق اللي انتي بتقدمي فيها معجنات ممكن تحطي فيها فواكه كده يعني، بس هي مخصصة اكتر للعيش يعني، للمخبوزات. كل حاجة ب5 ريال، 75 هللة في القسم ده. دخلنا بقى على القسم اللي هو شبه الدوني كده والحاجات اللي احنا الروايح اللي بنحطها في الغسيل يعني. 11 ريال و50 هللة، 5 ريال 75 هللة، 5 ريال 75 هللة. قسم كامل مكمل للمعطرات بكل أنواعها، قسم كامل مكمل للصابون بتاع أبو ريحة. القسم ده بقى اللي خطف قلبي، قسم البرفانات ده دخلنا فيه ما طلعناش اليوم كله كنا فيه. أي برفان ب5 ريال 75 هللة. متخيلين؟ لو احنا عندنا 5 جنيه، قولي 6 جنيه يا ستي. وبرفانات حلوة جدا بجميع الأنواع بقى يعني، في عود بروايح المسك، رجالي وحريمي طبعا، حلوة جدا، عنبر، كل البرفانات هتلاقيها. انا بقى القسم ده دخلت فيه وما طلعتش، وبعدين هما بيسيبولك الازازة كده زي يعني ازازة مفتوحة، بتشمي براحتك بقى البرفان اللي بيعجبك بتنقيه وبتاخديه. البرفانات دي موجودة عند الحرم، لما بيبيعوها عرض بتبقى ب10 ريال، ففي فرق طبعا. انتي 75 هللة من 10 في فرق. انتوا هتخشوا القسم ده من كتر ما هتشموا برفانات مش هتبقوا عارفين تشموا بعد كده. كل انواع البرفان شايفين. انت بقى لو حابة تشتري هدايا، حابة تشتري حاجة لنفسك، روحي علامة توفير وهتجيبي كل اللي انت عايزاه بأسعار حلوة. هنا بقى ده قسم السبريهات، كل انواع السبراي موجودة هنا بكميات، وبرضو اسعارها 5 ريال و75 هللة. خلاص خلصنا القسم بتاع الدور الارضي، طالعين بقى على القسم اللي فوق. شايفين اصلا الدور الارضي عامل ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. ده واحنا طالعين يعني، ده جزء واحنا طالعين. تمام. القسم ده بقى فيه ملابس، فيه شنط، فيه احذية، فيه مفروشات. الشنطة دي كانت تحفة جدا وكانت عاملة 80 ريال. الخامة بتاعتها حلوة قوي قوي قوي، عجبتني جدا وعملية بصراحة، هتعيش يعني مش هتحطي 80 ريال في الارض. قسم للمصليات، لو عايزة تشتري مصليات وتهدي حد مصليات، قسم كامل كبير جدا. هنا بقى ما جبتش الاسعار لان ما كانش حاطين الاسعار، ما كانتش ظاهرة يعني. هتلاقي بقى قطيفة وتركي وخفيف وتقيل بكل انواعها يعني. وده القسم ده بوريكم كان فيه لبس الاحرام بتاع الرجال موجود برضو هنا، الازار والرداء. وده قسم كامل فيه مناشر بقى، مكاوي. شايفين كده؟ دي دواسات للارض او زي كده شبه السجاد كده، عاملة 11 ريال مش عارفة وكام كده، و50 هللة. اشكال حلوة قوي. قسم كبير جدا للفوط. انا مش عايزة اصور للاخر لان في ناس واقفة، فبحاول اجيب الجزء اللي الناس مش واقفة فيه يعني. برضو القسم دوت كراسي، بطاطين، ترابيزات. قسم كامل للأحذية، رجالي بقى ونسائي وأطفالي، صنادل أطفالي.
كتاشي. انتوا متخيلين القسم عامل ازاي، كبير ازاي؟ دي الحاجات الحريمي. تمام، شايفين مناشر قد ايه؟ لان هنا طبعا معظمهم بيغسل وبينشر داخل البيت، يعني ما فيش حد بينشر قوي بره زي عندنا كده. وده قسم ديكور كده للمباخر، ديكور سمايل، اشكال تحفة يعني واسعارها حلوة. ده قسم للزهور او الاشجار الزينة البلاستيك، ودي برضو حاجات زينة كده، نجوم زينة. وهنا المباخر كانت شكلها تحفة جدا، دي عاملة 11 ريال و50 هللة. كل ده قسم للمباخر، حلوة قوي دي. معلش بقى انا بسرع لكم لان طبعا ايه الحاجة كتير جدا ما شاء الله، وانا بحاول انقل لكم يعني الحاجات اللي موجودة بقدر الامكان. قلت اما اشوف لكم كده سعر حاجة، لقيت الشبشب ده بكام بقى اعزكم الله؟ ب11 ريال و50 هللة. حلو جدا، شكله حلو. وده زي كده ايه مفرش ارض، ممكن تحطي على ترابيزة، عامل 46 ريال. شايفين قسم الأحذية كبير قوي قد ايه؟ قسم للشرابات، مواليد بقى ورجالي ونسائي، 5 ريال 75 هللة. 5 ريال 75 هللة. 5 ريال 75 هللة. هنا قسم القفاطين الرجالي، ده كان عامل 30 ريال، وفي كان عامل 40 ريال. عايزه اقول لكم الخامه بتاعتهم حلوه قوي. ده كان ب36 ريال. اشكال بقى والوان وقماشات، ده كان عاجبني قوي، 29 ريال، زي كاش مايو كده طويل. بس عايزه اقول لكم خامته حلوه جدا، مش هيبان لكم في الفيديو يعني. ده قسم عبايات بيتي يعني. 23 ريال، زي كاش مايو باستك كده. قسم كامل للنقاب، ده كان 3 بكام؟ ما خدتش بالي، انتوا بقى خدوا بالكم، بس كان سعر رخيص يعني، لفت نظري عشان كده صورته. وعبايات خروج، ده 55 ريال. زي ما انتوا شايفين كده اسعار بقى يعني، من اول 30 ريال وانتي طالعه. اشكال بقى وقماشات، 55 ريال. الناس اللي بتحب برضو العبايات الملونة دي برضو كانت حلوة جدا، غير التصوير دي برضو كانت حلوة. قسم كامل للطرح. هنا برضو باقي العبايات، عبايات ملونة وعبايات سودا. اهي دي قسم الطرح. هنا بقى خلاص خلصنا بقى وتعبنا من اللف، وقلنا بقى ننزل نكمل حاجتنا من الدور اللي تحت، وبنوريكم شكل السوبر ماركت من فوق برضو، ده جزء يعني ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا ما جيتش في كل الاقسام وما صورتش حاجات كتير، انا جبت لكم كده ايه مقتطفات، انتوا روحوا وتعمقوا بقى، اتفرجوا وشوفوا الاسعار واشتروا. انا قلت مش هشتري وجيت اشتريت حاجات كتير جدا ومش بسعر يعني. انتوا شفتوا الفيديو اللي قبل كده، اشتريت حاجات كتير قوي ب160 ريال، خضار وفراخ وكبد وبسكوت ومكسرات، كل ده انا اشتريته ب160 ريال. تبقوا شوفوا الفيديو يعني المشتريات اللي انا جبتها. خلاص بقى كده احنا نازلين كده.
واخدين بالكم من عمو اللي ورايا اللي عشان ظهره ده؟ هنا ده حتى الملح اللي هو التجميلي موجود، قسم كامل لمنتجات البشرة، قسم كامل لمنتجات الشعر. ده ب11 ريال و50 هللة، 5 ريال 75 هللة. طبعا هو الفيديو طويل، ولو كنت صورت كل حاجة كان هيبقى اطول من كده، بس يا رب بس ما تزهقوش. انا عارفة اللي هيفرح بالفيديو ده النساء. 11 ريال 50 هللة. لفت نظري قوي لان ده شامبو كان تقريبا بزبدة الشيا او بزيت الشيا. تمام. 15 ريال. حتى المنتجات اللي احنا بطلنا نشتريها موجودة. 11 ريال و50 هللة. 10 ريال. كل ده قسم شامبوهات طبعا. 11 ريال و50 هللة. ده قسم بقى المحبب الى قلبي، قسم البخور. 16 ريال. وحطلك علبة بتبقى مفتوحة بتشمي البخور اللي انت عايزاه. اسعار 21 ريال. ده عود افراح، ريحته حلوة جدا، شميته حلو جدا جدا جدا. في علب صغيرة بقى وعلب كبيرة زي ما انت عايزة. قسم كامل مكمل للبخور. 10 ريال. 19 ريال. ده برضو شميته كان خالص، تقريبا اللي بيشم بياخد حبة معاه، بس ريحته حلوة. هنا اللبن كان عامل 19 ريال، بس 19 ريال دوت ايه، 4 علب مع بعض. وهنا ده قسم الحلويات. العلبة دي كلها عاملة 10 ريال. عايزة اقولكوا طعمها حلو جدا جدا جدا، وفي معمولة وفي حاجات بالعجوة وفي غريبة. العلب دي كلها، في علب ب10 ريال، في علب ب11 ريال، بس هي معظمها كلها ب10 ريال يعني. علبة كبيرة حلوة جدا يعني، تشربيها مع شاي بقى، تفطري بيها مع كوباية شاي بلبن كده يعني. شايفين؟ 10 ريال. ده معمول بجوز الهند، ده انا اخدته، عايزة اقولكوا طعمه تحفة تحفة تحفة. دي علبة لبن برضو كاملة، بس علب صغيرة. هنا بقى قسم المكسرات، كاجو، عين جمل، مكسرات هندية. هنا الكيلو، شفت عشان راحت مني. الكيلو هنا ب23 ريال، وهنا الكيلو ب55 ريال. هنا كيلو الحلويات ب44 ريال. كل قسم طبعا المكتوب عليه، يعني كل كام يعني كل جزء كده مكتوب عليه سعره. دي مقرمشات هندية، تقريبا كان الكيلو عامل 16 ريال. تقدري تاخدي كيلو مشكل على بعض، وتقدري تاخدي ربع تشكليهم على بعض اللي انت عايزاه. احنا بقى جبنا ايه هنا، شوية مسليات كده، مقرمشات على كاجو. دخلنا قسم الشيبسي، قسم كامل للشيبسي والتسالي. 7 ريال و80 هللة. 4 ريال مش عارفة وكام، ركزوا انتوا بقى. 5 ريال. عايزة اقولكم ان الكياس هناك مش قد اللي عندنا، يعني هي في الفيديو ظاهرة صغيرة، دي قد اللي عندنا 3 اضعاف. 5 ريال 75 هللة. حتى علب الذرة المقرمش، كراتيهات، قسم الكراتيه كله بجميع انواعه. دي باليتا 20 باكو ب10 ريال 25 هللة. ده كان عرض ال3 مع بعض ب5 ريال 75 هللة تقريبا، 3 مع بعض بكل الأطعم وبكل الأشكال. دخلنا بقى قسم الخضار. كيلو الطماطم ب4 ريال، في ليمون،
في طماطم، بطاطس، بصل، خيار، كل انواع الخضار هتلاقيه. والفواكه، كيلو العنب ب15 ريال، كان كيلو التفاح كان عامل تقريبا 7 ريال، السفندي 15 ريال، 15 ريال العنب قلنا. ده كان تفاح ب10 ريال. في انواع في التفاح طبعا كتير، موجود كيوي، جواف، حتى البامية، حتى الفلفل، كل حاجة موجودة. ده هنا التلاجات بقى فيها الناجتس بقى والستريبس والحاجات اللي احنا عارفينها دي. هنا بقى هنا كنت بنقي البصل والطماطم بتسوق. كان كيلو الطماطم ب4 ريال. دخلنا بقى في القسم بتاع المجمدات واللحوم وكده، بتحاسبي على الكاشير لوحده، وبعد كده بتكملي التسوق بتاعك في الهايبر او السوبر ماركت، وبعدين بتحاسبي مرة تاني لباقي الحاجة اللي انتي جايباها المغلفة من بره. انا جبت فراخ وكبدة وستريبس، جبت حاجات كتير قوي وعيش. تسوقت ب160 ريال وبيض. الشوبينج عند الستات حاجة عظيمة يعني، تروحي وتيجي تحسي ان انتي مبسوطة كده، مودك متغير. بس هو ده كان يعني الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حاجة، وروحوا يعني روحوا حتى يعني غيروا جو كده، اتفرجوا كده، خدوا خلفية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.